لو كان نفسك تخش فيلم ايجي بيست في العيد، فالفيديو ده هيقولك اذا كان الفيلم يستاهل ولا لا. فيلم ايجي بيست مستنيه بقالي كتير، خصوصا ان انا عرفت ان هو مستوحى من قصه عمل موقع ايجي بيست الشهير، ولما شفت التريلر اتحمست اكتر. فيلم من بطوله احمد مالك وسلمى ابو ضيف ومروان بابلو، ده برضو سبب يخليك تتحمس اكتر. دي اول مره مروان بابلو يمثل، فيلا بقى نشوف اذا كان هو عمل الدور حلو ولا لا. ويجز مثل قبل كده في فيمبو، ابي يمثل قبل كده في الليله واللي فيها، فهل هو مشي على نفس المنوال ولا قلش؟ انا عن نفسي شايف ان هو ادى الدور كويس، رغم ان انا مش عارف ايه هو سبب اختياره من الاساس. احمد مالك اللي اخر اعماله الاخيره متالق فيها جدا، سواء سواء مطعم الحبايب، سواء 6 ايام، وغير كمان مسلسل ولاد الشمس، فهو اختياراته لحد دلوقتي كويس. وكمان كان ليه فيلم كولونيا اللي هو ما نجحش في السينما، رغم ان هو كمان كان عامل دور كويس. وسلمى ابو ضيف اللي عامله دور حلو قوي في عرض وطلب في رمضان السنه دي. فالمره دي خلينا نشوف الكيمستري اللي ما بين احمد مالك وسلمى ابو ضيف، هل هتكون ناجحه زي مثلا الكيمستري اللي كانت ما بينه وما بين هدى المفتي؟ في الحقيقه هي كانت ناجحه، بس برضه مش زي هدى المفتي. هو وهدى المفتي كده الكيمستري ما بينهم عاليه قوي. الفيلم مش عن قصه ايجي بيست 100%، هم كتبوا في الاول الفيلم ان هي مستوحاه، علشان كده في مليان اخطاء كتابيه وسرديه خلال الفتره اللي بيتكلم فيها الفيلم. ممكن ابقى اتكلم عنها في فقره الحرق. التمثيل من اغلب الناس كان كويس، رغم ان هو مش كل الناس كانوا بيمثلوا حلو. يعني مثلا احمد الرافعي حسيت ان دوره عادي خالص، ما عملش فيه اي جديد. احمد عبد الحميد كان عادي خالص. ميشيل ميلاد اللي هو المفروض جاي علشان يقدم دور الكوميديا نجح في اوقات واوقات لا. طب لو انت كنت غايب في اخر 10 سنين وما تعرفش هو ايجي بيست، تعال اقول ايجي بيست كان اشهر موقع مقرصن موجود في الوطن العربي. لو كنت دخلت عليه كنت هتلاقي اي حاجه تقدر تتفرج عليها، افلام بقى، مسلسلات، العاب، تركي، الماني، ياباني، اي حاجه ممكن تلاقيها حصري موجوده عندهم. وكان بيكسبوا ملايين، والاعلانات فيه كانت على كل كليك. والحقيقه هو كان منفذ للغلابه اللي مش عايزين يخشوا سينما. هنخش سينما ليه والفيلم هينزل بعد نص ساعه على ايجي بيست؟ هنتفرج على الحلقه ونشترك من المنصات ليه؟ ما هتتسرب على ايجي بيست بعد 10 دقايق. هل ايجي بيست هو اول موقع يعمل ده؟ في الحقيقه لا، في الاف المواقع كتير قبله، وبرضه هنتكلم عنهم في فقره الحلقه. لكن هما في الفيلم مصدرين ان ما كانش فيه ولا بقى فيه غير ايجي بيست موجود في الكون كله. سلمى ابو ضيف لعبت دور البنت اللي هي ممكن توقع ما بين 2 صحاب. الحقيقه ما شفناش اللاين ده خالص قبل كده، ده اتعمل في 500 فيلم عربي قديم قبل كده، فما كنتش متصور ان هو في فيلم زي ده هتبقى هي دي البلوت تويست اللي موجوده في الفيلم. الفيلم مدته طويل شويه، يعني اعتقد هو عدى الساعتين ال10 من حسبتي كده وانا قاعد في الفيلم. طب هل انت تنزل وتدخل العيد الفيلم ده؟ رايي الشخصي هو ما عجبنيش، بس هو ممكن يعجبك عادي جدا، ان هو فيه توليفه حلوه، بس انا ما عجبنيش لاسبابي ان انا كنت متعلق جدا بايجي بيست وعارف الستوري كلها بتاعته. ففي الفيلم ده في فجوات كتير قوي، بس يستاهل فلوسك في العيد وهو رقم 1؟ انا وجهة نظري انه لا. ممكن تستنى علشان ينزل في ايجي بيست، انت ممكن تستنى الفيلم لما ينزل بقى على المواقع زي ما ايجي بيست كانوا بيعملوا في الفيلم، نعمل بقى احنا كمان معاهم، حتى تبقى خيانة للموقع ان احنا نخش سينما. يعني انا ما بحبش ادي ارقام عن الافلام، بس الفيلم ده متوسط، فيلم عادي، مش هتخرج منه مكركر من الضحك ولا مستمتع بالدراما اللي فيه، ولا هتبقى خارج يعني اللي هو انا شفت فيلم وحش قوي. عادي. لو انت لسه ما شفتش الفيلم وقف هنا وخلاص كده، تقدر تقفل الحلقه او تروح تشوف الفيلم وترجع تاني من اول. هنا انا هحرق يعني يا اخواني يا جماعه، في قفزات زمنيه غير منطقيه. احنا بنتكلم في سنه كام؟ يعني هو الفيلم متصدر ان هو بداوا ايجي بيست في 2013، وبعدين طالع احمد مالك بيقول لك ايه، احنا عايزين نبقى كرييتيف ونعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. احنا بدل ما نروح سايبر ونحمل منه الافلام، طب ما نعمل احنا مكان يبقى هو فيه المنصه اللي هي فيها الافلام دي. ما معلم، فين ماي ايجي؟ فين مزيكا توداي؟ فين عرب لايونز؟ فين عرب تورنت؟ فين عرب لايونز؟ فين الحاجات دي؟ المواقع دي كلها كانت شغاله قبل 2010، الافلام كانت بتتسرب كلها قبل 2010. انا كنت بتفرج على فيلم كلمني شكرا ان انتاج 2009 متسرب بتصوير سينما. انا من وانا صغير وانا بحب احمل من وانا صغير وانا مستهلك كل هذه المواقع. انا بعترف عادي مش عيب. لا، ايجي بيست ما كانش اول موقع، هو كان اشهر موقع، ولحد دلوقتي على فكره في مواقع لسه شغاله لحد دلوقتي. طب لو تغاضينا ان هو ما كانش الاول، رغم ان هم ذكروا في
الفيلم ان هو الاول، وقلنا ماشي كده كده هو بيحكي القصه مستوحاه فمش لازم اسرد كل حاجه في الحقيقه والواقع بتاعها، هعديها ماشي. انا عايز افهم من 2013 لحد 2020 الواد الصغير اللي هو الهاكر ده ما كبرش؟ طيب هل من السذاجه ان اتنين اللي هم يبقوا مسؤولين عن عمل الموقع يبقوا بهذا السذاجه وهذا الغباء الموجود في الفيلم؟ معلش يا جماعه، لا دول شباب يعني انا ما اعرفهمش، ما اعرفش الحوار بتاعه، ما اعرفش مين اللي اتقبض عليه، ما اعرفش وكان ايه مصير الموقع في الاخر، تمام، بس مش من المنطقي ان يبقى دول هم بس المسؤول، لا منهم واحد بيتصرف تصرفات غبيه قوي. يعني ايه يروح يقول لواحد انا اللي فاكره الموقع ده بتاعي؟ بجد والله. يعني ايه يعني منتج سينما يروح يعرض عليه والتاني خلاص هيموت بقى على القرش؟ لا يا جماعه، يا جماعه لا، ازاي اصلا؟ ايش بس ما كانش هو اللي كان بيسرب؟ طب ما غيره كان بيسرب، طب ما المنتج ده هيروح لباقي المواقع كلها يقفلها؟ يا جماعه والله العظيم ما ينفعش، ما ينفعش اللي يكتب الفيلم ده ما يسردش كل المواقع التانية اللي كانت بتكرسب، ما كانش مش وبعدين في لقطه بيقول لك ايه، احنا لازم نعمل اللي ما اتعملش قبل كده، احنا ناخد بقى نسخه الفيلم مسروقه، فيروحوا يسرقوا الفيلم بنفسهم بشخصهم، اللي هو يروحوا يسرقوا الفيلم بنفسهم، وبعدين الموضوع يعدي عادي. وبعدين بقى لا ما احنا مش هينفع نعدي الموضوع عادي، فيجوا بعد كده بعد مثلا ربع الفيلم المنتج بقى ايه يفتكر ان هو اللي كان ممشي معاه حد ويروح المكان اللي هم كانوا ايه بيسرقوا فيه. طب الحكومه فين يا جماعه؟ الحكومه مش معانا في القصه دي ليه؟ الحكايه يعني الحكومه عمرها مثلا ما حاولت انها تروح للموقع ده وهم هربوا؟ ما جاتش في دماغكم مثلا؟ وبعدين لما يهربوا الفلوس تقع منهم بشكل ساذج برضو. فلا مش سبب قفل ايجي بيست في الاول ان هم اتقفشوا من خلال المنتج بعت ناس علشان يقفشوه. عيب يا جماعه والله. بس ده اللي حصل، وده اكتر حاجات ضايقتني اعتقد في الفيلم، وانا كنت متحمس بصراحه للفيلم ده، بس يعني هو ما خزنيش قوي. فيلم برضو شبابي ممكن تقدر تتفرج عليه في العيد عادي. كل عندنا حلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد. قولوا لي في الكومنتات عايزين الريفيو الجاي يبقى عن فيلم ايه، وقولوا لي برضو ايه رايكم في الفيلم لو دخلتوه. شكرا لكم، سلام عليكم.